جهتان متتاليتان في بغداد بين المنتخبين، واحدة انتصر من خلال المنتخب الكويتي بهدفين مقابل لا شيء، والأخيرة الراحل ناطق هاشم سجل فيها هدف. تشكيلة الفريقين لهذه المواجهة: هجوم عراقي عبر الجهة اليسرى العكسية تبعد من السبعة، ثم لدينا ثلاثي وسط هجومي حسين علي بعد العودة بالرقم 8، وإلى الجهة اليسرى سجاد جزيرة حضرت في تاريخ مواجهات العراق والكويت في السنوات الماضية. هجوم عبر الجهة اليسرى للمنتخب العراقي العكسية داخل منطقة في الشوط الأول، سجل هدفين في شباك الخور، كذلك يغيب. هجوم عبر الجهة اليمنى، بايش يمر يراوغ يلعب كرة عكسية تبلى علاء مهاوي. علاء من أجل استعادة مستوى علاء المعروف الذي ظهر في أولمبياد ريو دي جانيرو، كرة إلى الخلف بالكعب بشكل جميل. التقدم الآن سجاد عبر الجهة اليمنى، سجاد يلعب كرة عكسية، يعيد الكرة إلى ضرغام، ضرغام يمرر الكرة عبر الجهة اليمنى من علاء مهاوي، جميلة جدا إلى سجاد، لكن التغطية حاضرة من دفاع عن هذه الفترة. مهند علي عدنان مع فانكوفر الكندي، علاء عباس ريبين سلاقة صفاء هادي. هنا الكرة عبر الجهة اليمنى، مازن فياض كذلك خرج من المعسكر، الإصابة، التسديدة، الله! أول تهديد للأسود وتألق لحارس الأزرق سليمان عبد الغفور. أمان العرباوية في الكويت وأمان الأزرق في المرمى، هو من يتصدى ويبعد الكرة. التسديدة الأولى الخطيرة من أمجد عطوان تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية. الكرة الأولى عراقية، التهديد العراقي يأتي، التسديدة هنا والأهداف الجميلة. ركنية للمنتخب العراقي، لعبت الكرة بالرأس وإلى خارج أرضية القادمة. كرة وصلت، تمريرة إلى الجهة اليسرى، تصل ضرغام اسماعيل يلعب الكرة العكسية، أيمن حسين يستلم يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة من أيمن حسين، ماضيه المميز والجميل المنشود في استضافة البطولات. لعبت الكرة هنا هجوم المنتخب الكويتي، لكن شبيب الخالدي ما كان في منطقة الجزاء. هنا التقدم، التاكلينج بشكل مميز للكابيتانو فهد الهاجي، يسيطر على الكرة، لعبها عكسية، الله! العراقي حفاوة الاستقبال حاضرة، والكرة العكسية لفهد الهاجري أكرمها في اللقطة الماضية. عيد الرشيدي لاعبنا، مشجعين المنتخب العراقي يشجعون الكويت تارة ويشجعون العراق تارة. العراق من أجل التعديل، الكرة العكسية وسط الكرة لسجاد بالراس لأيمن حسين، ومن لدينا مجموعة جديدة من الأسماء في المنتخب الكويتي. هجوم بالنسبة للمنتخب العراقي عبر الجهة اليسرى، أيمن حسين يذهب يمنة ويسرى يبحث عن الكرات. حسين علي يمر من الأول، حسين علي من الثاني يسدد الكرة، تصطدم، تذهب الرسل الإسبانية قد تأخذ مكانها في الخليج. أيمن حسين، الله! أيمن اللي يتحرك، أيمن اللي يهدد. أو هنا علي فايز أعلى من الجميع. شوف، لا هو أيمن حسين، علي فايز كان ينطر الكرة في منطقة الجزاء، كان يجب أن نعتمد على حدسي في اللقطة الماضية، لأن نعم المرتدة للمنتخب الكويتي 2 ضد 3 لعبت إلى بندر السلامة، يتدخل الدفاع العراقي وإبعاد الكرة من ميثم جبار إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية للمنجزة اللغة العربية نسبة لكم الناس الذين يعني تفاعلوا مع اللغة العربية. هنا التفاعل مع الهجوم للمنتخب العراقي خارج أرضية الملعب وتقدير. هجوم عبر الجهة اليمنى، المنتخب العراقي يهاجم العكسية، أيمن حسين، التغطية حاضر في البصرة، بالتأكيد ستكون جدا ممتعة لمن سيحضر إلى البصرة، لاعبين، إداريين، مشجعين، إعلام. شبيب الخالدي، شبيب يسدد الكرة، الله! عبر الجهة اليسرى يهاجم حسين علي، خطير المنتخب العراقي في منطقة الجزاء من أجل التعديل قبل نهاية الشوط الأول، لكن على التنفيذ لعبة الكرة بالراس، الله! خارج أرضية الملعب من أمجد عطوان، حاول كثير، غادر علاء مهاوي. هنا الهجوم للمنتخب الكويتي، هجمة خطيرة مع بداية الثاني، الله! الجنرال الصغير حاضر في منطقة الجزاء، حتى وهو واقع على أرضية الملعب ينقذ مرماه من هدف محقق أحمد إبراهيم. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، الخطأ في الكرة ومن ثم مررت بهذا الشكل، سدد الفنيني وتألق حارس المرمى، ومن ثم تواجد مكان سجاد جاسم. المدرب يغير في الجهة اليمنى، وصلت خطيرة، هو ممكن، الله! ابن الزعفرانية
بكم من جديد، يسدد الكرة خارج أرضية الملعب محمد داوود. وين أيامك؟ وين أيامك؟ حسين علي عبر الجهة اليسرى ما تغيرت، اليمنى شهدت تغييرات. حسين علي يسدد الكرة. المنتخب الكويتي هجوم عبر الجهة اليسرى خطيرة. مبارك الفنيني مرر الثاني. لا 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 لا، ضاعت على الأزرق. فواز عايض العتيبي في اللقطة الماضية وضع الكرة يسار محمد حميد، لكنها ذهبت. محمد، مباريات مثل هذا التشكيل الاساسي العراقي يكون فيه صفاء هادي طبعا مع امجد عطوان مع بشار رسن. هجوم عبر الجهه اليسرى، ضرغام اسماعيل العكسيه، ايمن حسين بالراس خارج ارضيه عبر الجهه اليسرى يمررها خطيره داخل المنطقه. فواز عايض العكسيه بعد الكنترول بالكعب، لعبت من عيد الرشيدي ذهبت الى الجهه اليمنى. الله، فهد الهاجري الى خارج في انتظار ظهور اكثر مع حسين علي مع محمد داوود عبر الجهة اليمنى. داوود العكسية، حسين علي خطيرة تسديدة. الله، قتالية ما في الا بندر يهاجم الى شبيب الخالدي عبر الجهة اليمنى في انتظار المساندة. شبيب يحاول المرور، وسط الى عيد الرشيدي. شبيب الوان-تو خطيرة. عيد الرشيدي ممكن الثاني، لعبت حاولت التسجيل. ضرغام يهاجم، ضرغام يمرر. حسين علي عكسية، والابعاد في اللقطة الماضية القتالية كانت حاضرة على فهد حمود في اللقطة الماضية ولا راعى أي شيء. قتاليته دفعت مهما كان يشاهد سليمان عبد الغفور يتقدم، وبالتالي سليمان ضرب راس زميله في خط الدفاع الذي يقع على مباريات الدوري العراقي في الموسم الحالي في انتظار مباريات دوري أبطال آسيا والمباريات القادمة. هنا الهجوم محمد داوود، الوان-تو حسين علي 80 وهو في طريقه وينافسه أحمد كانو نجم الكرة العمانية على عمادة العالم. لعبت الكرة الثالث، تعادل. داوود من جديد. ضرغام اسماعيل لعب الكرة العكسية على راس داوود لعبها لكنها إلى خارج أرضية الملعب. داوود تاريخه حافل، وبالتالي اللي يرتدي قميص أزرق يعرف ثقل ذلك. لعبت الكرة العكسية، محاولة الإبعاد. حسين علي رغم قصر قامته لكنه هو من يلعب الكرة. داوود عكسية، محمد قاسم على راس محمد داوود. هلا العراق بعد بحاله النخلة، لكن شوف الإعادة. محمد القاسم موجود يلعب الكرة العكسية على راس محمد داوود. ثاني مرة محمد داوود. مباراة الكرات الرأسية ابتدأها عيد الرشيدي وسجل محمد داوود الليلة. الكرات الرأسية لا يسأل عليها سليمان عبد الغفور. إلى الخلف أمجد عطوان إلى محمد قاسم صانع الهدف، يفكر يسدد من هذه المسافة. محمد قاسم، الله، ما وصلت سهلة في أحضان محمد حميد. جمهور عراقي في بداية المباراة هازر الكويتيين، جاملهم، لكن بعد ذلك يبحث عن الفوز الثاني. صافرة، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العراقي، نعم، وفيها بطاقة حمراء. فهد حمود كل طاولة في هذه المواجهة قد تكون حاضرة. ركلة جزاء للمنتخب من حسين وسليمان عبد الغفور في التقدم. أيمن، الله، الأسود، متعة الكرة. كتريج هي من قلبت الطاولة في شوط المباراة الثاني. حاول سليمان عبد الغفور، ذهب إلى الكرة، لكن أيمن حسين جعل من النتيجة 2-1 في الدقيقة 89. آخر 10 دقائق الأسود الرافدين قلبت الطاولة، جعلت من النتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه فرحة دكة بدلاء الأسود. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.